السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم بفيديو جديد. في البداية بحب أشكركم على تعليقاتكم المحترمة عندنا على القناة. طبعا يا جماعة قبل ما نتكلم في أي حاجة ننزل كلنا دلوقتي نصلي على النبي ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس علشان كل الفيديوهات الجديدة توصلنا أول بأول. النهارده يا جماعة جايبين لكم فيديو مختلف هنشوف فيه يا النهارده طبعا هنشوف يا بسوني بسم الله ما شاء الله صوت شيخ يمني يا بسوني. تمام. زي يكون كده زي ما بيقول لك كده جاي من الجنة. هو طبعا قامة كبيرة في اليمن يا بسوني. ما يعني معروف. خلي بالك يا داليا احنا كل يوم وعلى فكرة ممكن تقريبا حد كان قال لي قبل كده ان هو قاعد في مصر. ماشي. ده دلوقتي يا داليا احنا كل يوم بنشوف قامات كبيرة في اليمن. كل يوم بنشوف قراء ونشوف ائمه وخطباء موجودين في اليمن. ايه اللي موجود في اليمن بيخلي الاطفال الصغيرين والشباب يبقوا كده؟ ما احنا عارفين ان اليمن اصل العرب عموما، يعني بعيد بقى عن اصل العرب، فهتلاقي كل العروبه وكل حاجه طالعه من ارض اليمن. لا بامانه والله العظيم دايما يعني حاجه دايما بتسال، دايما بسال نفسي مش معنى دايما اللي احنا بشوف دايما اطفال اليمن وشباب اليمن دايما ابص الاقي منهم ائمه وخطباء، وتحس ان هم اللي هم الناس عندهم اللي هم شفت الدم الحاميه بس عندهم حماس كده في الكلام بتاعهم، ودايما تلاقيهم اقوياء وهم بيتكلموا حتى في الكلام. لو مثلا واحد بيخطب خطبه داليا تبص تلاقيه بيتكلم بكل حزم وكل قوه، ما بيهابش حد وما بيخافش حد. اكيد بامانه. فانا عشان كده دايما بشيد باليمن وبولاد اليمن، ودايما يا داليا كلامهم مؤثر. خلي بالك يا داليا انا دايما الاقي كل الدول العربيه مجتمع على حب اليمن. على حب اليمن دايما. حتى مثلا لما يجي يتكلموا حتى سواء بقى في اليوتيوب او في الفيس او في اي جامع دايما تبص تلاقيهم يقول لك اليمن هم النخوه، هم الرجوله وهم الشهامه، ودايما بيثبتوا نفسهم ودايما بيساندوا. لا بامانه يا داليا المغرب مختلفين. اللهم امين. فطبعا يا جماعه دلوقتي هندخل نشاهد مع بعض الفيديو ونسيب الحكم لحضراتكم، بس يا ريت يا جماعه كل الناس تصلي على النبي وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان كل الفيديوهات الجديده توصلكم اول باول. ويلا بينا نشاهد الفيديو. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن
سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. الله أكبر. فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. الله أكبر. طبعا يا جماعه زي ما كلنا سمعنا مع بعض صوته قوي جدا. جميل. لا في هدوء وراحه وسكينه كده يا بسولة تحس كده تحس انت بتسمعي واحده داليا في الحرم المكي. صوته لا الصوت الكبيره ديت اللي احنا دايما بنحب نسمعها دي. ايوه وهو طبعا ما يقلش عنهم حاجه بامانه والله. اكيد يا بسولة. انا بحب الاصوات المميزه دايما بالذات في قراءه القران الكريم، بحب انني اسمع فيها هدوء الفجر كده وهو بيقرا القران كده. رمضان بقى والاجواء الجميله دي. دايما يا داليا نبص نلاقي في اليمن حاجات معينه كده بتشدك وحاجات دايما عايزه تتكلمي عنها وتفتخري بيه وتفتخري ان انت بتتكلمي عن اهل اليمن. ايوه بامانه والله. اكيد يا بسام. فبكده حضرات وصلنا لنهايه الفيديو اللي معانا النهارده، ونتمنى ان الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم. ويا جماعه ما تبخلوش علينا باللايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.